أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية في شهر رمضان المبارك. كل سنة وانتم طيبين. من غير ما نطول كتير، كنت قاعد على الفيسبوك ولقيت قدامي صفحة أمريكانا فودز. قلت ليه ما نعملش إحنا إعلان للفول، بما إننا كلنا بناكل فول على الفطار يعني وكده. وأنا بقلب عندهم لقيت الفيديو الحزين ده عليه 15 لايك، وعجبني في الفيديو هذا المشهد اللي انتم شايفينه. قاعدين بياكلوا كده وفي ترابيزة عليها فول وفول بالسلطة وبتاع، والترابيزة مفروش عليها خيمية. قلت ليه إحنا كمان ما نعملش تصميم بنفس النمط ده. فنزلت شوية صور وهنبدأ دلوقتي نعمل على طول التصميم. اول حاجه دخلت على الفوتوشوب وفتحت ارت بورد مقاس 2000 في 2000 ريزوليوشن 72 وسميتها امريكانا فودز. تقدر تسميها اي حاجه تانية انت عايزها. دي مجموعه الصور اللي انا نزلتها من اماكن متفرقه، جوجل ايمجز وانفاتو اليمنتس وحاجات كده. فخلينا نبدا ونسحب اول صوره، هتكون صوره الباك جراوند. احنا عايزين نعمل شكل الترابيزه دي مفروش عليها مفرش وعليها البرودكتس بتاعتنا، او البرودكت بقى الرئيسي بتاعنا وهو الفول بتاع امريكانا. فهنحط الترابيزه دي بشكل عشوائي جدا كده، مش عايزين نعمل حاجه اوفر يعني. هنعكس الاضاءه او الترابيزه دي عشان احنا عايزين نعمل اضاءه كانها جايه من الناحيه دي. وكمان نعمل ايه، بص خلينا نكبرها على الاخر كده. تمام. بعد كده هنحط على الترابيزه دي المفرش بتاعنا. فبكل بساطه هناخد صوره المفرش ونعمل لها بالكويك سيلكشن تول اللي هي دي، او الماجيك وان تول. ندوس على الابيض ده كده، نختار كل الابيض وبعدين ندوس على الماسك. هيختار لنا الابيض بس، واحنا واقفين على الماسك هندوس كنترول اي ونعكس الماسك ونكبر المفرش شويه كده ونديله شكل سمبوكسه كده، يعني علشان ايه، يبان بس حته من الترابيزه. تمام جدا. المفرش ده يعني اوفر ساتوريتد جدا، يعني الالوان بتاعته مشبعه قوي. فهندوس كنترول يو واحنا واقفين على اللاير بتاعته ونقلل الساتوريشن شويه صغيرين، يعني مش قوي، ممكن سنه كده نخليه -10 ولا حاجه. ونحاول نلعب في الالوان دي. لا يعني هي على 0 ممكن نجيبها -5 عشان تحمر شويه بس كده. نمسح الحواف البيضه دي، مش عارف انت شايفها من عندك ولا لا. فهنمسحها كده علشان ايه، تبقى الصورة بتاعتنا بيرفكتو. بعد كده نسيف علشان التصميم بتاعنا ما يتقفلش. امريكانا فودز اون يور كمبيوتر. بعد ما سيفنا هنبدأ بقى نشوف ممكن نعمل ايه في الخلفية علشان نعمل الشكل بتاع الإضاءة اللي احنا عايزينه. اول حاجة ممكن نحط adjustment layer تكون levels مثلا، ونغمق شوية كده. بعد ما غمقنا هنعمل ايه، هنمسح شوية الإضاءة من الحتة دي واحنا مختارين الاستيكة واللون اللي في الفور جراوند هنا ابيض. نمسح شوية من هنا بحيث تبان الحتت دي غامقة والحتت دي فاتحة زي ما انت شايف كده. ممكن نمسحها يعني ايه، يعني بشكل عشوائي جدا. ايه ده، بشكل عشوائي جدا. تعال كده نشوف قبل وبعد، يعني وصلنا لشكل الشيب اللي احنا عايزينه. فممكن نغمق سنة كمان صغيرة قوي، او يعني مش جامد عشان ما يبقاش برضو اوفر. ممكن نعمل لاير جديدة وناخد لون كده مثلا من الترابيزة، لون غامق شوية، ونحطها على المالتيبلاي ونضرب بالبرش كده هنا مثلا كده، بحيث يدينا بس الشكل بتاع الإضاءة وهي جاية. أو ممكن نخلي الإضاءة اكشلي من الجنب، يعني ما تبقاش الإضاءة من فوق كده أو بزاوية. ممكن تبقى الإضاءة جاية نفسها من الجنب كده، يعني بص ازاي، بدل ما هي جاية بزاوية لا تيجي من الجنب كده. مش عارف، ده حاسس ان ده هيخلي الموضوع شكله اظرف كتير. ممكن المفرش ده نعمل كليك يمين ونيجي عند البلندنج اوبشنز ونديله سنة شادو كده. الشادو طبعا هيبقى جاي الناحية دي. تعالى كده نتأكد ان هو بيسجل. الشادو يبقى ايه، 180 عشان لما نديله الديستنس ينزل ناحية اليمين. تعالى نختار اللون بني للشادو ونعلي السايز بتاعه شوية صغيرين، نقلل الاوباسيتي سيكة صغيرة اوي. منظر، مجرد منظر مش اكتر. تعال نشوف ممكن نحط صورة ايه تاني. ممكن نحط اول حاجة صورة علبة الفول اللي احنا عايزين نحطها. ايه اللي اتفتح ده، صورة علبة الفول ممكن تبقى في النص، هي الهيرو بتاع التصميم بتاعنا. وهنختار اللون الابيض من علبة الفول زي كده، او ممكن نقصها علشان يبقى الموضوع اكيوريت قوي. نقصها، البين تول مش هتاخد معانا وقت. نعمل كنترول انتر وندوس على الماسك علشان يفصل لنا علبة الفول عن الخلفية. بعدين نعمل ايه،
نسنترها كده في النص بالظبط، ونميلها، ممكن نميلها وممكن ما نميلهاش بصراحة، فيعني مش هنميلها، خليها كده مؤقتا. عايزين ندمج علبة الفول دي مع الباك جراوند اللي ورا. نعمل كده ازاي؟ ممكن نحط عليها لاير من فوق ونسمي اللاير دي مثلا شيدنج، ونجيب البرش ونختار لون غامق خالص كده من هنا، يعني ممكن يبقى لون اسود، ونعمله على المالتيبلاي، ونبدأ نرسم هنا بالاوباسيتي مثلا 20% عشان نغمق الجزء ده من علبة الفول مثلا، يعني كده نغمق الجزء ده كله. اوكي ونيجي تحتها بقى نروح جايبين برش ونكتب شادو على لاير جديدة، ونعمل ايه؟ نفس اللون بتاع البرش نحطه على المالتيبلاي، ونيجي هنا كده ونرسم بالبرش السوفت برش العادية خالص كده. يعني دي كده اول حاجة اللي هو الكونتاكت شادو، الشادو القريب خالص. ونمسح طبعا الجزء اللي فوق الزيادة ده من الشادو اللي احنا رسمناه، مش عايزينه، نمسح كده عادي خالص. اوكي، لا نخلي ده ممكن نحتاجه. نعمل لاير تانية ونسميها مثلا ambient shadow، ونيجي بأوباسيتي 20% على لاير معمولة مالتيبلاي، ونجر كده، او خلي الاوباسيتي 10%، ونبدأ يعني بص، انت بترسم بشكل عشوائي جدا الشادو، بحيث كأن الشادو ده ايه، مرمي على الارض من الناحية دي غامق. ممكن ما يبقاش باين دلوقتي، خلينا نعمل اللاير دي نورمال عادي، ممكن ما يبقاش باين قوي، بس هوريك بعد دقيقة واحدة شكله عامل ازاي. بص كده قبل كده بعد، بص كمان الشادو اللي تحت ده قبل بعد، خلى الموضوع يعني انت اكيد حسيت ان هو جامد صح؟ ما تنكرش، لو حسيت ان هو جامد قولي في الكومنتات ان هو جامد. علبة الفول نفسها بقى محتاجة سنت ليفلز. نعمل ايه بالليفلز؟ لو حطينا الادجستمنت لاير وجينا في الجزء ده وشدينا دي كده، بص بيعمل ايه، بيخلي علبة الفول يتشال من عليها الفيد اللي معمول ده، بيخليها تبقى طبيعية اكتر. بص قبل بعد، خدت بالك عامل ازاي؟ فالحتة دي هتخليها شكلها مندمج اكتر مع الخلفية. ممكن نيجي فوق هنا على الشادو ده ونمسح منه سنة صغيرة، مش عايزينه اوفر قوي كده. ممكن زي ما عملنا شادو نعمل لايت ازاي؟ نخلي موضوع اللايت ده في الاخر، خلينا بس نعمل دي ونكتب علبة فول. حطينا علبة الفول، ممكن نحط صور ايه كمان، ممكن نحط صورة طاجن الفول ده، او نحط طاجن الفول ده، يعني نحط انهي واحد فيهم، ده ولا ده؟ هو ده شكله انضف، بس ده شكله احلى عشان الليمون اللي عليه، فخلينا، بص انا احترت، خلينا نحط ده هنقصه ازاي؟ هنقصه طاجن الفول ده عادي زي ما قصينا قبل كده المدفع الفيديو اللي فات. نختار الليبتيكال مش عارف ايه ماركي تول دي، ونرسم كده دايرة منتظمة عادي جدا كده، واحنا دايسين كنترول شيفت، ونحرك دي لحد لما نخليها تتظبط على الطاجن بالظبط، وبعدين ندوس على الماسك كده، نبقى فصلنا طاجن الفول. نحط طاجن الفول مثلا الناحيه دي كده، ممكن نقلبه كده، ممكن نقلبه كده عشان الاضاءه من الناحيه دي اعلى من الناحيه التانية، فنخليه كده الناحيه دي. ده كده طاجن الفول. طاجن الفول عايزين نخليه الشادو بتاعه برضو شكله يبقى واقعي، فهنعمل كده ازاي؟ نكتب هنا طاجن فول. ليه ناخد بق شاي الاول قبل ما نكمل؟ هنعمل لاير جديده ونسميها شادو، وبعدين نختار البرش تول واحنا واقفين على اللاير بتاعت الشادو دي، ونيجي هنا كده ونروح زي سمع صوت تكات الماوس، نضرب كده بالسوفت برش عادي في الحته دي خالص. بص من غير اي فزلكه ولا اي حنياكه خالص، الموضوع بقى شكله جامد. بص والله شكله جامد. ونمسح بس الزيادات من هنا عشان ما تبقاش شكلها اوفر. ممكن نعمل لاير فوق الطاجن ده نسميها شيدنج مثلا، وبلاير نحطها على مالتيبلاي، نضرب في الحتة دي في الطاجن كده، بس نديله ايه، نديله بعد. لما تضرب في الحتة دي كده الطاجن ده يبان كأنه ايه طالع، يعني البروز بتاع الحتة دي بما انها مش ستريت، البروز بتاعها هيبان اكتر. هوريك ازاي دلوقتي قبل وبعد. بص كده قبل كده بعد، يعني هو مجرد بروز بسيط، ولكن بيدي في النهاية شكل حلو للتصميم، وبيخليه يدخل جوه المود اكتر كده. ده كده الطاجن التاني.
او ده كده الاوبجكت التاني. ممكن نحط ايه تاني؟ ممكن نحط طبق الطعمية الغريب ده، وهو فيه خضرة وحاجات كده، هيدينا شكل برضو. نحط طبق الطعمية ده مثلا الناحية دي كده اهو، مثلا نحطه الناحية دي، وبرضو هنيجي نفصله بقى في لاير لوحده، او ونعمله في جروب ونكتب طبق طعمية. حلو جدا. نيجي نعمل لاير تحته تاني برضو، خلي بالك الموضوع مكرر ها، ولكن في كل لاير الموضوع بيبقى بنكتشف ان الموضوع اسهل من اللاير اللي قبلها. بص ازاي، او في كل اوبجكت يعني. ونعمل كده عادي جدا. ممكن نغمقه سنة ولا ما نغمقوش، لا نعمل فوق لاير تانية اللي هي الشيدنج اللي بنعملها دي، ونخليها مالتيبلاي، ونشوف كده لو ضربناها الناحية دي شكلها هيبقى ايه. بص كده مثلا، اوكي يعني والله مش بطال. طبعا هنقلل الاوباسيتي بتاعت اللاير دي شويه، بحيث ايه ما تبقاش شكلها فيك ولا اوفر، يعني مجرد لمسه صغيره كده. طبعا انا حاسس الطبق كبير محتاج يصغر شويه، ممكن نصغره سنه عشان عايزين علبه الفول هي اللي تبان. اوكي حطينا التلاتة دول. تعالوا نحط بقى الحاجه اللي هناكل بيها، نحط العيش. هناكل العيش ازاي، او هناكل الحاجه دي ازاي؟ بالعيش. نقصها بالبين تول عادي جدا، فخليني اقصها لك في دقيقه واجي تاني على طول. كده قربنا نخلص تحضير العشاء او السحور بقى مش العشاء. نغمق العيش ده شويه بطريقه سهله خالص. ممكن نجيب البرايتنس اند كونتراست ونقلل البرايتنس شويه صغيرين، نطفي بس الهايلايتس اللي موجوده على العيش. لاير جديده نسميها شادو، نحطها على مالتيبلاي، ونضرب تحت العيش سنة صغيرة كده، تدي بس العيش ده كأنه ساند على الأرض. وممكن فوق اللاير دي نعمل لاير للشيدنج، ونغمق العيش شوية من الناحية دي على لاير مالتيبلاي، ونغمق كده، نغمق كده الرغيف اللي ورا مثلا على الأقل، أو الجزء اللي تحت ده منه، بحيث يدينا بعد إن العيش ده من الناحية دي مطفي شوية. ممكن نقلل الاوباسيتي نخليها 70-80، يعني خليها 80. بص ممكن نعمل ايه تاني ممكن نكتفي بالثلاث اصناف دول وما نزودش عن كده، يعني ما نزودش اصناف عن كده عشان الموضوع ما يبقاش اوفر، والغرض من التصميم ينتفي تماما ونداري على الفول. وممكن نحط يعني إليمنت اخير ندي بيه لمسه كده حلوه جوه التصميم، نبدا نشكل او نجمل شكل التصميم. ممكن نكتب على جوجل مثلا PNG وينج مثلا، ونكتب هنا بيبر. ليه بقى البيبر؟ هقول لك دلوقتي حالا. والله ممكن ناخد الورقه دي، مش لازم الورقه التانية، خلينا ناخد دي اسهل في القص بصراحه، انا كسلان مش عايز اقص كل ده. فناخد الورقه دي ونحطها جوه الارت بورد بتاعنا على طول، ونحطها تحت خالص كده، حتى تحت علبة الفول. ليه بقى؟ هنستخدم دي في اننا نكتب المسج اللي احنا عايزين نقولها في التصميم، علشان تدي شكل كده رايق وجميل. ممكن نحطها فين بقى؟ ممكن نحطها هنا مثلا، نصغرها كده شوية، ونكتب مثلا عليها، نعوجها كده سيكة، يعني نعوجها كده، نخليها مع عوجة المفرش كده، يعني مع عوجة المفرش بالظبط. ونكتب عليها ايه بقى؟ نكتب عليها بفونت قديم كده، مثلا امريكانا مثلا، دايما مجمعنا. يعني انت عارف الحاجات بتاعت ايه، اللمة وكده والصحبة وكده والحاجات الجميلة بتاعت رمضان دي. ونكتبه بقى بفونت يا معلم قديم خالص بقى، ممكن نكتبه بفونت جمهورية، والله شكله مش بطال. نكبره قوي، نكرر بس اللاير دي عشان ناخد منها نسخة عشان لو احتاجناها، ونعمل هنا convert to shape. اللاير دي كده بقت شيب، نقدر نتحكم في ابعادها زي ما احنا عايزين. ناخد ده كده مثلا ونلزق دول في بعض كده تاني. وممكن كلمة دايما برضو نكبرها شوية عشان الالف بس تبقى قد الالف، ودايما مجمعنا نخليها برضو كده التلات كلمات بقوا قد بعض. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ سيف اكيد، نصغر ده شوية صغنطتين، ونخلي الكلام يبقى لونه، ممكن يبقى لونه ايه، احمر. على كده نجرب لو خلينا لونه احمر ايه اللي هيحصل. بصوا انا عاجبني الاحمر، فيعني مش عارف اعمل ايه الصراحة تاني اكتر من كده، فخلينا نكتب الاحمر يعني احسن، خلي الاحمر لوحده كده. تعالى كده نروح على جوجل تاني او على PNG وينج، ونكتب مثلا شاين، نشوف ايه اللي هيحصل. عايزين نطلع او نجيب زي فلير كده، فلير كأن في او نكتب لايت ريز، خلينا نكتب لايت ريز مثلا، نشوف ايه اللي هيطلع.
بالظبط انا عايز حاجه زي كده. طبعا انت مش شايف، انا شايف بس انت مش شايف قوي. ننزل دي مثلا ونشوف ايه اللي هيحصل. حسيته ظريف بس يعني حاد جدا، فممكن نخليه بلور شوية. يعني اديله مثلا جاوزيان بلور 5 مثلا او 10، خليه 10 احسن. وبعدين ندوس كنترول يو ونعمل كالرايز ونخليه لونه مصفر شوية. يعني لو خلينا لونه مصفر شوية اعتقد هيخلي الموضوع شكله ملحمي اكتر وجميل. بص خليه لونه مصفر او محمر سيكا، ممكن نكبره اكتر كمان. عايزين نعمل الافكت بقى بتاع البتاع ده، اللايت تريس ده، كأنه يأثر على علبة الفول. نعمل ده ازاي؟ بص ممكن نجيب من هنا نفس البتاع اللي جبناها المرة اللي فاتت ونكتب PNG وينج وننزل الفليرز دي كده اهو مثلا، او ننزل فلير يعني خلينا ننزل لاير تاني، يعني واحدة تانية غير دي. ممكن ننزل اني واحدة مثلا، ممكن ننزل دي هي اللي استخدمناها المرة اللي فاتت في الفيديو بتاع بيبسي، ونجيبها هنا كده ونحطها على علبة الفول بالعرض كده او بالطول كده الناحية دي، ونحطها على السكرين مود بالظبط كده. وممكن نمسح منها الحواف لو مش عايزين الحواف دي. ممكن نحاول نشيل منها اللون شوية بحيث اللون ما يبقاش طاغي عليها. العلبة دي صفيح واللون مش هيبقى مصفر قوي كده عليها. بص قبل بعد حاسس ان هي ادت لعلبة الفول لمسة، والله لمسة جميلة. يعني انت حاسس باللمسة اللي انا حاسس بيها ولا لا؟ يعني اعتقد انك حاسس. اوكي ممكن نعمل نفس الكلام على الطاجن، ندي الطاجن كده لمعة صغيرة. نيو لاير، واللاير دي نحطها على اللينير دodge ونختار لون اورنج كده مثلا زي ده، ونيجي هنا ونعمل ايه بلاير اوباسيتي مثلا 100% والفلو بتاعها هيبقى 10. نعمل كده مثلا، لا خلي الفلو يبقى 5 أو 4، خلي الفلو 4 كده اهو، ونعمل كده بحيث نديله لمعة صغيرة. بص اللمعة دي ممكن انت ما تاخدش بالك منها قوي اول لما تشوف التصميم، بس بتخلي الموضوع الجلو اللي طالع من العناصر ده بيدي التصميم شكل، على فكرة بيدي التصميم شكل حلو كمان. ممكن نحاول ندي التصميم برضو، يعني نلعب شوية في ألوان التصميم، زي ان احنا ممكن نيجي هنا ونختار لاير بلون غامق شوية ونخليها، نخلي الحتة دي تبقى غامقة شوية. نديله بس سنة ايه يعني حاجة ملهاش اي لازمة كده، بس هتخلي التصميم شكله شوية ظريف كده من الناحية دي. ممكن نروح جايين بلاير تانية عاملينها على السكرين مود ونعلي شوية الفلو على الاخر، وندي اللاير دي كده ونجيبها الناحية دي ونعمل كده، تدي بس اضاءة اكتر للتصميم، تخلي التصميم شكله من الناحية دي فيه اضاءة اكتر. بص لمسة بسيطة قبل بعد بس خلت التصميم شكله فرق. نحط كل ده في لاير Alt Control Shift E. ممكن نحط نجرب نلعب بقى بالكاميرا رو فلتر شوية، زي اننا نخلي الشادوهات نلعب في الشيدنج مثلا بتاعها، نخلي الشادوهات من هنا او في الكالر جريدنج. بص نخلي الشادوهات لونها مثلا ازرق، نحولها كده ناحية الازرق شوية ونسحب دي، ونخلي الهايلايتس مثلا لونها مصفر شوية او اورنج شوية، يعني مصفر. ونخلي لا ده الميد تونز، نخلي الميد تونز محمرة كده شوية، والشادوهات هي اللي مصفرة سيكا صغيرة قوي. اوكي نجرب نعمل البالانس، نعلي البالانس شوية وندوس اوكي. بص لمسة صغيرة ولكنها فرقت يا عزيزي الفنان في شكل التصميم في النهاية. نجرب نحط افكت تاني، نعلي كونتراست سيكا، ممكن نعلي التكتشر، نديها تكتشر كده تخلي التصميم له ملمس حلو او ملمس خشن شوية كده. والهايلايتس نعليها سنة علشان الكونتراست يعلى اكتر برضو مع الهايلايتس. ازاي؟ بص كده فرقت شوية. تعالى نكتب الدباجة بتاعتنا في الاخر ان هي الكلام ده designed by منير برودكشنز، نخليه 35 او 40. وبكده يا عزيزي الفنان في فيديو صغير لطيف وسريع وسهل جدا قلت لك ازاي تقدر تعمل ديزاين ادفرتايزنج لشركة امريكانا. وممكن تاخد نفس الفكرة وتطبقها على اي منتج تاني انت عايزه، ممكن يكون بقى زبادي، ممكن يكون اي حاجة تانية من المنتجات بتاعت السحور بتاعتنا. وانا كده خلصت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل، ابعت الفيديو لاي حد تاني لو عايز يشوفه. اشوفك في الفيديو اللي جاي، سلام.
سلام.